الساعة الكوسبيت التانك ام 2 الدبابة 2 ميم 2. بص انا قبل ما ابدا في الساعة دي عايز اقول لكم على حاجة رهيبة جدا. معلومة انا لسه عارفها عن البراند الكوسبيت، ان الساعات دي اصلا دي الجيش الامريكي بيبقى عنده شويه تكنولوجي، زي مثلا اول ما اخترعوا الساعات السمارت او السماعات تي دبليو اس، كانت التكنولوجي دي يعني حصريه على بعض البلاد او على بعض القطاعات في الدول. فمنها الساعات او براند كوسبيت ده كان يعني حصري عند الجيش الامريكي بيستخدمه. ولما التكنولوجي دي بتقدم وبتنزل، دي بالنسبه لهم دي قديمه، وبتقدم وبينزل تكنولوجي جديده، بيبدا يبيع حقوق الملكيه ديت لاماكن تانية او شركات تانية تعمل الكلام ده. فده باختصار الساعه، عشان اللي هتسمعه في الفيديو هتنبهر. خليك معايا عشان تعرف كل الانبهارات. اولا الساعه الكوسبيت دي متعرضه في الاول كده بدايه كده قبل اي حاجه. انا عايز اوريكم الساعه الرمليه بتاعتي الجديده اللي انا جبتها، عشان ايه دي هتقول لنا كل المواعيد كده عشان نبقى عارفين هنخلص الفيديو امتى. الساعه الكوسبيت دي اتعرضت ل 12 اختبار، هو حتى هنا كاتب لك ال 12 اختبار اللي اتعرضت ليهم الساعه. هقولهم لك سريعا جدا. اول حاجه ضد التملح، بمعنى ان هي يعني لو اتعرضت لملوحه عاليه الساعه ما يحصلهاش اي مشكله. ضد الرطوبه طبعا مفهومه. ضد الصدمات، وطبعا انا في الريل انا عملت حركه كده عشان ابين ان هي ضد الصدمات. مسكت الساعه، مش عارف هيبان طرف الترابيزه ولا لا، هيبان في الكاميرا. بص صلاش اي حاجه يعني حرفيا ضد الصدمات ولا سكراتش. هم منزلين معاها جوه في العلبه سكرين دي طبعا عشان تحميها من الخدش، لكن مش مقصود بقى تحميها من الصدمات، لان هي ضد الصدمات وتتحمل. والفيديو بتاع الساعه وهم بيجربوها، هم جايبين دبابه، الفيديو اللي هو بتاع الاعلان بتاعها في المؤتمر بتاعها، جايبين دبابه ماشيه عليها. طبعا الدبابه كانت ماشيه على الرمله مش على الاسفلت، طبعا كانت هتدغدغها، بس هي الدبابه راحت عدت عليها عادي. بس كان يعني شكلها لطيف، فكرتها لطيفه. ضد الاماكن اللي فيها ضغط منخفض تتحمل. طبعا ده لو طلعت الفضاء وفي المركبه الفضائيه انت الضغط عندك قليل قوي، فالساعه تستحمل مش هتفك من بعضها. بتتحمل درجات الحراره المنخفضه جدا. كل الحاجات دي موجوده تحت اختبارات اهي بتاعت الساعه. ضد العفن والفطريات، مش عارف برضو ايه اللي ممكن يخلي ساعه تعفن او تعرض للفطريات، بس يعني هي برضو ما يحصلهاش اي مشكله. بتتحمل درجات الحراره العاليه جدا. طبعا ضد جميع انواع السوائل. وفي حاجه هنا مكتوبه اسمها فايبريشن تيست، مش فاهم المقصود بيها ايه. يعني انتوا عملتوا اختبار للاهتزاز للساعه تحمل اقصى درجات الاهتزاز؟ يعني نعتبرها برضو ان هي تيست. تتحمل اعلى درجات التراب اللي ممكن توصل لها او الرطوبه، يعني هي ضد السوائل فاكيد ضد المطر، وضد الاشعه الشمسيه العاليه. فالساعه كده من الاخر، انا هقفل بس العلبه، هي بيجي معاها الشاحن عشان تبقى شايف شكل العلبه. هي الساعه من الاخر بتقول لك انا بقول بابا ماما، يعني الساعه بتقول بابا ماما. طيب ايه السبيكس بتاعت الساعه؟ مش عارف، انا هظلمها في الانبوكسنج، فيديو بتاع الانبوكسنج انا عايز اشوف بس ايه هيبقى واضح لك كل حاجه ولا لا. بص يا سيدي شكل الساعه فيها 70 وضع رياضي، البطاريه بتاعتها 380 ملي امبير، بتقعد معاك 15 يوم في الستاند باي، تدعم المكالمات، بتنزل تحت الميه 50 متر. انا بديك بص حاجه سريعه جدا قبل ما ساعه الرمل تخلص، كل المعلومات بديك كل المعلومات في الفيديو. بص انا بطبعي ما بحبش لما بكون بشرح فيديو ان انا اقعد استرسل في الكلام، يعني زي بعض الناس اللي هو علشان خاطر يبقى في وقت الفيديو كبير فيطلع عليه فيوز كتير واعلانات لا، انا بحب اديك الملخص في الفيديو. طبعا بيجي بالفريم المعدني القوي جدا ده، الديزاين والتصميم بتوعها شكلهم تحفه. السيليكون بتاعها قوي جدا، يعني بص السيليكون بتاع الساعه قوي يعني الساعه يا جماعه قويه. طبعا بتقيس الهارت ريت، وبتقيس الاكسجين في الدم وضغط الدم كمان، مش بس الاكسجين في الدم، وبتدعم الاندرويد والاي او اس. طيب خلينا بقى نشوف الساعه من جوه. انت عندك هنا زرار الباور، وهنا زرار الباك. لو انت دخلت على حاجه مثلا عملت كده اهو، ادي الباور. بص انا بعمل كده بتقفل، تمام. دخلت على حاجه اهو، عايز ارجع باك من الباك من الجنب. وعندك هنا السبورتس، ده بيجيب لك الاوضاع الرياضيه بتاعتها. ادي يا سيدي بقى كل الاوضاع الرياضيه، طبعا زي كل الساعات، واكيرت جدا جدا جدا. انا بطبيعي بحب اطلع كده ايه، اقعد اطلع عيب في كل حاجه بستخدمها، لكن بصراحه يعني ممكن يكون عيبها الوحيد ان هي ما تنفعش فيميل، يعني هي رجاله بس يستخدموها، لان شكلها كاستات يعني عايزه حد كده عارف، الناس اللي بتلبس سيفتي ويعني عايزه ناس كده تبقى ايه تشتغل في مواقع، الناس دي تبقى مناسبه جدا ليهم. زي ما قلت هنا من الجنب السبورتس هيجيب لك كل الاوضاع الرياضيه بتاعتها. طيب لو سحبت ستاره الاشعارات من فوق زي كده، هيجيب لك ان ممكن تعملها فايبريشن او تقفل اللوك ونسبه البطاريه السيتنج. تمام، بيقول لك لو باتري اهو، لو انت عايز تقلل. هنا فوق لو عايز تشغل خاصيه المكالمات او تفصلها عادي مفيش مشكله. فيها شويه حاجات بقى، الاون ديسبلاي، تسحب ستاره الاشعارات من تحت زي ما حضرتك شايف كده، دوس باك، هتلاقي الرسائل طبعا باللغات بتاعتها، تدعم اللغه العربيه وفيها اكتر من 48 لغه. طيب هنعمل باك تاني ونسحب ناحيه اليمين. انا عايز اوريكم في نفس الوقت اشوف الديلي اكتيفيتيز، وهنا السليب مونيتور،
السليب مونيتور والهارت ريت والبلاد اوكسجين، بلاد بريشر بتقيس ضغط الدم. بص وممكن تزود حاجات. بص هو هنا حتى بيقول لك، بص كده، مش عارف هتبان عندك ولا لا، اهو باينه تمام. ورك اوتس، الكولز لو عايز تحط بقى ايه، يعني مثلا احط هنا الكولز مثلا اهو باك. بص يا معلم لو عملت كده اهو 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 الكولز، عايز تحط اللي هو الاتصال الدايل تحت، او الكونتاكتس بتشيل الكونتاكتس بتاعتك، او الكول هيستوري لو انت عايز تعمل مكالمه منها على طول. طيب احنا كده عملنا سواب من اب وداون تمام. هنسحب بقى الناحيه دي كده نشوف فيها بتقول ايه. الكولز لو عايز تعمل مكالمات، هي برضو اختصارات كلها لبعضها يعني. هارت ريت والورك اوت والبلاد اوكسجين. بص كل الحاجات اللي هي كانت موجوده قدام بس في اختصار لو سحبتها ناحيه الشمال. والالارم كلوك، المنبه، المسج، فويس اسيست، تدعم الفويس اسيست سواء اندرويد او ايفون، سيري او جوجل اليكسا تمام. وتقدر ان انت تعمل حاجات كتير. بص هو حتى هنا عامل لك حاجه صايعه، قال لك ايه، تولز بوكس، دوس عليها اللي هو صندوق يعني ايه المعدات. ستوب ووتش، تايمر، فلاش، فايند ماي فون، تقدر تدور على التليفون بتاعك، وريموت كاميرا. بص في بعض الناس عشان يقول لك ان هي فيها تعرضت لاقصى درجات الصعوبه يعني، وتعرضت لحاجات كتير جدا،